جالي سؤال عايزه ارد عليه. الاجابه على السؤال ده هتفيد كل الناس. انا مش بعرف ارد واخد حقي من اي حد بيأذيني، وبفضل افتكر كل المواقف اللي اتأذيت فيها والوم نفسي عليها. اول حاجه محتاجه تعرفيها او تعمليها تردي على السؤال ده: بلوم نفسي ليه؟ بلوم نفسي عشان مش قادره ارد. تاني سؤال: انا مش قادره ارد ليه؟ هتلاقي انه انت مش قادره تردي عشان انت خايفه، فلازم تفهمي انت خايفه من ايه. فلما بتيجي نسأل نفسنا لو احنا ردينا على اللي بيأذينا خايفين من ايه؟ خايفين ان هو يرد رد اقوى، خايفين ان هو يستعمل قوه علينا اكبر، خايفين ان هو يهددنا. في خوف. الخوف ده ملوش دعوه بالموقف. المواقف عماله تتعاد ليه؟ لان انا لما خفت من زمان قوي، لما اتأذيت اول اذيه، انا اتجمدت جوه، طاقتي اتجمدت، طاقتي العاطفيه اتجمدت جوه. لما انا بتجمد عشان بخاف، انا ما عنديش قدره ان انا ارد. فاحنا محتاجين نعكس تاني، محتاجين نسمح لنفسنا نتخيل الموقف اللي احنا اتأذينا فيه اخر مره، ونسأل نفسنا لو انا رديت دلوقتي، الموقف فات، لو انا رديت على البني ادم ده ايه اللي انا خايفه منه، واسمح لنفسي احس بالخوف واتنفس 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 لغايه لما احس ان انا اقدر اطلع من الخوف. ازاي اطلع من الخوف يا جماعه؟ انا متجمده جوه الخوف. ان انا اطلع من الخوف دي من اكبر الحاجات المهمه في حياتنا. التجمد اللي جوه جسمنا بسبب الخوف. القصه ليها دعوه بان انا خايفه ان انا اتاذي، او خايفه ان انا اطلع غضبي، خايفه ان انا لو طلعت غضبي التاني ممكن يخش في غضب اكبر. محتاجين تفهموا بالوعي القصه دي من جسمكم وتطلعوا نفسكم من حاله الخوف. ليه؟ لانك انت دلوقتي بقيتي بني ادم كبير يقدر يرد، لكن احنا عايشين في الخوف زي ما يكون عيال صغيرين. محتاجين نحدث الاحساس بتاع الخوف بتاع العيله الصغيره، لان انا بقيت بني ادم كبير يقدر يتعلم خطوه خطوه يطلع من الخوف. فعشان اطلع من الخوف، اولا لازم ابطل الوم نفسي، ثانيا اتعلم ازاي اطلع من التجمد اللي جوايا. عشان بتتبلعي تلاقي نفسك حاجه سكتت، حاجه اتدفنت، الصوت ما طلعش، حسي بده، اوعي عليه، وعشان تبتدي تتنفسي فيه وتفكيه شويه شويه. والتحديث بيحصل ازاي؟ بانك تعرفي تقولي لنفسك انا دلوقتي بقيت كبيره واقدر ارد، وده حقيقي. انا خايفه ان انا لو رديت عليه يشيل لي المصروف البيت. طب نخش في المواجهه نشوف هيشيل مصروف البيت ولا لا. نتعلم نواجه، نتعلم نقوى، علشان لما انا افضل اتاذي وما افتحش بقي لاني مش فاهمه اللي انا بقوله دلوقتي، وبعدين الوم نفسي، انا كل شويه ثقتي في نفسي بتقل. كل ما ثقتي في نفسي بتقل كل ما خوفي بيزيد. فاحنا عايزين نطلع من الدايره المتنيله على عينها دي. فاهميني؟ جربوا تعملوا ده.